بالنسبة هذه حبينا نتصلوا ونعرفوا آخر التغييرات والقرارات بالنسبة للنادي الإفريقي بعد هذه المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لجميع الحضور وتحية للجماهير الرياضية. انت منذ قليل اجتماع الهيئة المديرة للنادي الإفريقي الذي التأم إثر مقابلة الدربي بالتحديد على الساعة 7 مساء. أيوة. بطبيعة الحال قيمنا مردود الفريق في مقابلة الدربي، قيمنا زاد مردود الفريق في جميع المقابلات السابقة، حللنا مردود الفريق والإطار الفني، قيمنا وضعية النادي الإفريقي واتخذنا القرار التالي إن شاء الله يكون قرار موفق وقرار صائب. القرار يتمثل في إقالة جميع أعضاء الإطار الفني للنادي الإفريقي بما فيهم مدرب الفريق، مساعد المدرب، المدير الفني والمعد البدني. بطبيعة الحال نشكرهم على المجهود اللي قدموه خلال الفترة السابقة، اجتهدوا ولم يصيبوا، ونتمنى لهم حظ ثابت في المستقبل. أسباب الإقالة معلومة من الجميع، نعتقدوا أن الإطار الفني الحالي للنادي الإفريقي ما تمكنش باش يكون فريق كبير يتماشى مع طموحات جماهير النادي الإفريقي. شفنا أن الفريق تعثر في عديد المقابلات، شفنا أن الفريق عنده صعوبات في التسجيل رغم اللي الفريق في المرتبة الأولى عنده صعوبات كبيرة على مستوى التسجيل. شفنا تذبذب على مستوى مردود الفريق في جميع المقابلات، شفنا ضعف كبير على المستوى الإعداد البدني للفريق. المدير النادي الافريقي ترى وانه الاطار الفني الحالي غير قادر على تقديم الاضافه المرجوه في المرحله القادمه. سي محمد انت حكيت على المرحله القادمه، هي يا سي محمد انت حكيت على المرحله القادمه، والمرحله القادمه هي مرحله هامه وحاسمه. المرحله القادمه هل ترى انه ظرف يعني تتطلب باش تغير فيه اطار فني كامل، وانت كما قلت على خلفيه مقابله الدربي يعني كان القرار؟ لا مش على خلفيه مقابله الدربي. أيوة. ممكن مقابلة الدربي هي القطرة اللي فايضت الكاس لا أكثر ولا أقل. احنا شفنا أن النادي الإفريقي تعثر قبلها في عديد المقابلات، شفنا أن النادي الإفريقي ما تمكنش باش يوصل إلى مستوى عالي وعالي جدا يتماشى مع الانتدابات الجديدة للفريق، يتماشى مع طموحات الجماهير، مع طموحات الهيئة المديرة الجديدة للفريق. صحيح اليوم خسرنا مقابلة الدربي، هي مقابلة عادية، لكن ما خبيوش أنها القطرة اللي فايضت الكاس اليوم وخلتنا نتخذوا قرار حاسم في تغيير الإطار الفني. بالنسبة بديل الإطار الفني، الأسماء المطروحة عندنا عديد الأسماء مطروحة على الهيئة المديرة للفريق، فما 3 ولا 4 أسماء مطروحين مانيش نذكرهم اليوم، لكن القرار سوف يتخذ في القريب العاجل في بحر الأسبوع المقبل. علاش ما تذكرهمش الأسماء بطبيعة الجماهير؟ ما نعطيوش أسماء باش ما نشوشوش على الهيئة المديرة. سي فوزي البنزرتي قريب للحديقة ولا لا؟ سي محمد فوزي البنزرتي قريب للحديقة الافريقي ولا لا؟ مانيش نصح فيك سامحني. قلت لك فوزي البنزرتي قريب للحديقة الافريقي ولا لا؟ من بين الاسماء المطروحة، ثم 3 4 اسماء مطروحة على طاولة النقاش قاعدين ندرسوا فيها. وقتاش تتخذوا القرار الأخير؟ إن شاء الله يوم الثلاثاء يوم الأربعاء في بحر الأسبوع المقبل نتخذوا القرار. واضح سي محمد. في بداية الأسبوع المقبل إن شاء الله. إن شاء الله سي محمد المنوبي الفرشيشي عضو الهيئة المديرة للنادي الإفريقي، شكرا لك.